السلام عليكم، صباح الخير عليكم. النهارده مباراة النادي الأهلي ونادي فلامينجو البرازيلي، مباراة في تحديد صاحب البرونزية في مونديال الأندية 2023 بالمغرب. مباراة صعبة مش سهلة. الأهلي ليه 4 مواجهات تاريخية سابقة أمام فرق برازيلية، ما قدرش إنه يفوز غير في مباراة واحدة بس، كانت سنة 2020 في مونديال الأندية، اللي قدر ياخد فيها النادي الاهلي الميداليه البرونزيه تحت قياده بيتسو موسيماني. لكن في لقاءات قبل كده بيخسر الاهلي 3 مرات قدام الفرق اللاتينيه او بالتحديد الفرق البرازيليه. مباراه صعبه، لكن النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه المباراه ويقدر ان هو يحقق انجاز جديد ويقدر ان هو يحصل على البرونزيه ان شاء الله. مباراه الاهلي وريال مدريد مش مقياس لاي حاجه خالص، بالعكس النادي الاهلي ادى فيها بشكل كويس جدا وكان قريب جدا من التعادل في اخر اوقات المباراه، لكن خبرات ريال مدريد والقدرات الفرديه والفروق الكبيره جدا النوعيه بين اللاعبين هي اللي حسمت لقاء ريال مدريد لصالح طبعا الريال. فريق محترم وفريق كبير وهو المرشح الاول للفوز بالبطوله، لكن النادي الاهلي النهارده يقدر ان هو ان شاء الله يتخطى عقبه فلامينجو ويحصل على الميداليه البرونزيه اللي هو دايما معودنا عليها. يمكن كنا نتمنى ان هو يحصل على ميداليه فضيه حتى على الاقل في النسخه دي، لكن انه وقع مع ريال مدريد دي كانت الصعوبه الكبيره في الدور نص النهائي اللي قابلت النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ليه كل الاحترام وليه كل التقدير، عامل بطوله اكتر من رائعه. بنتمنى النهارده ان النادي الاهلي يقدر يفوز علشان يحقق ميداليه جديده في تاريخ انجازاته. شكرا والسلام عليكم.